اتكلمنا في كذا فيديو عن هرمون الذكوره اللي هو هرمون التستوستيرون، وقلنا ازاي نزوده، وقلنا ايه الحاجات اللي بتقلله، ولكن ما قلناش التمارين اللي بتساعد ان هرمون التستوستيرون يتفرز بنسبه اكبر. مراجعه بسيطه ان هرمون التستوستيرون هو اللي بيميز الرجاله عن الستات، وطبعا الستات بيبقى عندهم هرمون التستوستيرون بس بنسبه قليله، على عكس ما احنا عندنا هرمون الاستروجين اللي هو اللي عند السيدات بس برضه بنسبه قليله. واتكلمنا ان في حاجات كتير بتساعد او بتزود هرمون التستوستيرون، ومنها انك تتمرن. عشان كده هنقول تمارين تقدر تعملها في الجيم وتقدر تعملها في البيت هتساعد ان هرمون التستوستيرون يتفرز بنسبه اكبر او يمشي بمعدلاته الطبيعيه. فركز بقى معايا وشوف التمارين دي. بس قبل ما تشوفها احب افكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التمارين دي هي تمارين الكارديو الهوائية اللي بتشغل معانا عضلات وبتشغل معانا كل جسمنا كأننا بنلعب كارديو، وفي نفس الوقت العضلات بتاعتنا بتتحرك. طيب التمارين اللي انت هتشوفها دي دلوقتي هتلعبها قد ايه، ولا تلعب كام مجموعة، ولا تظبطها بالتايم، ولا تعمل ايه بالظبط؟ التمارين دي انا هسيب لك كذا شكل وانت تلعب بالشكل اللي بتفضله او الشكل اللي هتلاقيه بيريحك وانت تقدر تعمله. تمام. تعمله قد ايه؟ تعمله بالمجاميع ولا بالوقت؟ طبعا بالوقت احسن بكتير. بخلي فيه راحه؟ طبعا تخلي فيه راحه. يعني لو ظبطت ان انت تعملهم في نص ساعه فانت كل 5 دقايق هتاخد دقيقه راحه، والدقيقه دي مش هتكون محسوبه من ال30 دقيقه. من غير ما اطول عليكم في الفيديو يلا بينا نشوف التمارين. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما ما تنساش لو استفدت في الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية، وما تنساش أهم حاجة إنك تصلي على النبي.